المقادير: نص كيلو دقيق. كيف نوزن الدقيق؟ نحط الجك، وبعدين أو الزبدية اللي هنحط فيها الدقيق، وبعدين نصفرها وهي على الجهاز، على الميزان، وبعدين نضيف الدقيق. هذا نص كيلو دقيق. شايفين هذه الطريقة كيف نوزن المقادير، عشان نفس الجك بيوزن. فحطينا الجك الموية، صفره، شايفين، وبعدين نحط 350 جرام، تقريبا 12 جرام ونص. صفر أو 12، نحط 13 رشة، يصير هاتانا تقريبا 12 ونص. هذا بالنسبة للملح. بالنسبة للخميرة، عشان الكمية بسيطة ما يعطي قراءة، فتجيبوا نفس الميزان اللي انت تبغوا توزنوا فيه أو تحطوا الخميرة فيه، توزنوه، وبعدين تضيفوا. شايف هذا الفاضي، هذا الفاضي أعطانا 17، وهو في أعطانا تقريبا 18 19 إلا. فهذا يعطيكم أدق، لكن إنه 2 جرام أو 3 جرام صعبة، فعشان كده عملتها بالطريقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد في وصفة من مطبخ محمد مرتع. معليش أنا ما انقطعت عنكم، بس الفترة الماضية يمكن شهرين اللي فاتت كنت بنزل حلقات على اللايف الصباح بتوقيت مكة المكرمة الساعة 10 صباحا كل يوم ثلاثاء، لكن وقفت الأسبوع هذا، وقفت وخلاص. هنبدأ تسجيلات، وعلى التيك توك حيكون اللي هو التسجيل اللايف الساعة 10 الصباح بتوقيت مكة المكرمة كل يوم ثلاثاء إن شاء الله. فاللي بيحضرنا على التيك توك حياه الله ونتشرف بكم. بالنسبة لليوم وصفتنا حتكون بيتزا. بيتزا بالعجينة الإيطالية. فأهم شيء في البيتزا عجينتها. عندنا المقادير زي ما شفتوه في المقدمة بالجرام، فإن شاء الله تسووها وسهلة وبسيطة، بس وقتها في العجنة وترتاح، وبعدين نبدأ نشتغل فيها. بالنسبة لنوع الدقيق اللي هو يفضل الزيرو زيرو، والبروتين 14. فاللي لقيت 11، فاللي لقيته 11 البروتين. وبالنسبة للزيرو زيرو ما لقيت عندنا، فيمكن في محلات ثانية. على العموم أخذت أنا اللي هو all purpose الدقيق بس 11. بالنسبة للبروتين 11، فإن شاء الله تزبط معانا. ففي البداية المقادير شفتوها: نص كيلو دقيق، 350 جرام موية، ملح 12 جرام ونص، والخميرة جرام ونص. فهي عشان الميزان عندي مو مظبوط، لازم يكون أكثر من 10 عشان يعطيني قراءات صح. فتقريبا حطيته نسبيا بين 2 إلى 2 إلا. فالآن حنزل الدقيق وأحط عليه الخميرة، تنخلط معاها، وبعدين نبدأ نضيف الموية. الملح في الأخير هضيفه. هنشغل على بطيء، خليها دقيقتين على ما تنخلط أو الخميرة تدخل في الدقيق مظبوط. الآن ننزل الموية بالتدريج، بسم الله. خلاص الآن أضيف عليها الملح، أخليها شوية وأنزل عليها بقية الموية.
بعدين الآن أنزل عليها بقية الموية. بسم الله. وأزيد السرعة حق العجانة. خلاص أخليها تعجن علين ما تصير خلاص متماسكة. شايفين لازم تاخذ وقتها في العجن عشان تعطينا البروتين المطاطي. فمن 7 إلى 10 دقائق، فلا تستعجل عليها. شايفين كيف؟ علين ما تصير خلاص ما تلصق في أسفل العجانة كده تصير جاهزة. شايفين كيف؟ خلاص الحين نوقف العجانة، خليها ترتاح لمدة نص ساعة ونختبر الجيلاتين، وبعدين يصير نخليها لبكرة إن شاء الله 24 ساعة، وبعدين بكرة إن شاء الله نشتغل فيها. فأغطيها الآن. رجعت الآن بعد نص ساعة، شوف الجلوتين طلعها. شايفين كيف مطتها ما شاء الله. الآن ألمها وأحطها في العلبة وأخليها 24 ساعة لبكرة. كيف الطريقة؟ كده نلمها على جوا. شايفين كيف تتلم وتنحط بدون زيت بدون أي شيء. خليها ترتاح لين بكرة إن شاء الله في الثلاجة، وبكرة نبدأ نشتغل فيها، وأنا أشوفكم كمان إن شاء الله بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من جديد. اليوم ثاني يوم 24 ساعة قضيناها. بالنسبة للعجينة خليتها تتخمر في الثلاجة تقريبا 24 ساعة. هذه هي شكلها، شايفينها كيف ما شاء الله. فعشان أقسمها أبغى أعرف الوزن كم صار بعد التخمير. فهحط العلبة هذه أول شيء، أعطتني تقريبا 183، وهذه أعطتنا 984. فلو شلنا 184 حيصفي 800 جرام. فاللي حيكون صافي عجينة 800 جرام. أقسمها على 3 بيتزا. هذا أنا بالزيت، وبعدين أنزل البيتزا عليها. فخلينا نحسب الوزن. عندي 800 جرام، أقسمها على 3 قطع يعطيني 266 جرام لكل قطعة. الآن أحط الصحن هذا اللي حوزن عليه. صفرت. احنا نبغى 266. 267 جرام. خلاص هذه أقفلها الآن وأحطها في الزيت. كيف نقفلها؟ أقفلها كده، وبعدين كده. شايفين؟ لازم تتقفل من تحت. بس وأخليها في الزيت. خلاص الآن طلعت معي 3 قطع بيتزا إن شاء الله. فهخليها ترتاح من 2 إلى 4 ساعات، وبعدين أرجع أشتغل فيها. طيب الآن خلاص قطعنا الخضار وجهزنا، والعجينة تخمرت والفرن شغال وكل أمورنا طيبة. شايفينها كيف ما شاء الله. شايفينها من تحت، عشان كده حطيتها بقزاز عشان تبين معكم. شايفينها كيف ما شاء الله. الآن هحط دقيق السميد. هذا أخذته ناعم وطحنته. بسم الله. وبعدين نقلبه.
الآن أبدأ من جوا، شايفين، وألف أطلع الهواء اللي في وسطها، أسيب الأطراف، أنا أفردها على الصينية. خلاص فردناها. الآن أحط الصوص. الصوص هذا جاهز، باخذه من السوبر ماركت وضايف له خلطة أو بهارات البيتزا. ننزل الجبنة. بسم الله الرحمن. أنا شغلت الفرن على 180. بيتزتكم على كيفكم، حطوا جبنة قد ما تبغوا. خلاص وأدخلها الفرن على درجة 180. بسم الله الرحمن. نحطها في بسم الله الرحمن. تقريبا بيتزتنا خلصت. بسم الله. شايفينها كيف ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. هذه بيتزتنا. شايفينها ما شاء الله. ثين كريسب. فهذه كانت وصفتي لكم اليوم، إن شاء الله تكون ناسبتكم. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوني من خالص دعاكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، أراكم في وصفات قادمة. مع السلامة.